زال الحديث يعني للحديث بقية عن احتفالات وانتصارات اكتوبر، والفقرة دي اتصور ان هي هتعجب حضراتكم جدا، لان احنا هنروح بقى للتاريخ، ولكن التاريخ الحديث ايضا. فكان ضروري تنورني وتشرفني يمكن للمرة الاولى الكاتبة والباحثة في التاريخ، عاشقة التاريخ المصري، الاستاذة ميسة السلكاوي، نائب رئيس تحرير الاهرام سابقا. استاذة ميسة، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. حضرتك طيب. منورانا. الله يخليك. ويا رب يعني تكوني مبسوطة بوجود حضرتك معنا النهارده. اكيد طبعا. الحمد لله. حضرتك معروفة بحبك العميق للتاريخ المصري، وخاصة التاريخ المصري الحديث. ايه اللي بيجذب حضرتك للكتابة عن الفترة دي تحديدا؟ بص حضرتك، تاريخ مصر الحديث اللي هو بدأ مع محمد علي باشا. هو مؤسس مصر الحديثة. مصر الحديثة يعني من أول 1805 لغاية نقدر نقول منتصف القرن العشرين، ده التاريخ يعني. ودي الفترة دي اللي أنا ببقى معنية فيها في جميع أبحاثي والكتب اللي أنا عملتها. ليه؟ لأن الفترة دي هي تأسست الدولة المصرية الحديثة بكل يعني أي حاجة إحنا موجودة لغاية دلوقتي اتأسست في الفترة دي من 1805. من 1805 على مر يعني فترة محمد علي والفترة بتاعت إسماعيل باشا اللي هي تبقى المرحلة الثانية. كل نواحي الحياة يعني، من تأسيس الدولة، من الدواوين، من الوزارات، من الدستور، من التلغراف، القطر، القطورات، الزراعة، الصناعة، التجارة، البنوك، كل ده يعني أول بنك في الفترة دي، والزراعة مجال طويل قوي في الفترة دي، يعني تشكيل دولة أو تأسيس دولة حديثة. فعشان كده بتلاقيها غنية جدا، غنية جدا بالأحداث يعني. وأنا نفسي بحب أعرف إحنا كنا فين، وإحنا محمد علي جه بعد فترة كنا فيها يعني، أنا تصوري إن هي من أسوأ فترات اللي مرت على مصر، اللي هي كانت قبلها المماليك والحملة الفرنسية وكده. فإحنا كنا مغيبين، ملناش أي دور. والجيش ما ننساش طبعا الجيش، الأسطول. إحنا وصلنا إن إحنا كان الأسطول المصري سنة 30 بعد ما الأسطول، بعد ما في موقعة نفرين اتقضى عليه، عملنا أسطول وبقى ثالث أسطول على مستوى العالم. ففترة تستحق ان انت تبص وتشوف احنا كنا ازاي وازاي قدرنا كده. صحيح. طبعا طفرة كبيرة قوي في التعليم، وده كان اهم حاجة بدأ فيها تكوين او تأسيس مصر الحديثة. فعشان كده مليانة ثرية يعني، ثرية جدا، فترة ثرية يعني جدا يعني. ثالث أسطول بعد انجلترا وفرنسا، فيعني صحيح. طيب الكتابة في مجال التاريخ بشكل عام ليست بالأمر السهل، بتتطلب ان احنا نبقى دارسين كتير قوي، وبنطلب ان احنا نعمل بحث طويل جدا جدا، ويمكن كنا بنتكلم قبل الهوا بنتجه يمينا ويسارا وشرقا وغربا وجنوبا علشان نوصل للمعلومة ونتأكد من المعلومة، وبعدين نبدأ نكتب. هي احنا مش بنكتب المعلومة، احنا بنؤرخ لفترة او بنكتب عن فترة معينة نتيجة لأحداث كتير حصلت. حضرتك ازاي بتستعدي لكتابة كتاب جديد في التاريخ؟ هي كتاب يعني، بص حضرتك، انا عامله يعني، انا ليا 3 كتب. عملتها الاول حكايات من زمان، اخدت تأسيس الدولة المصرية، وبعدين عملت، لقيت فيه وجوه مؤثرة في حياتنا، فعملت وجوه مصرية، اتكلمت على 39 شخصية مصرية في جميع المجالات، ودي ليها أثرها لغاية دلوقتي يعني، في الاقتصاد، في الهندسة. احنا في الهندسة متقدمين جدا، في الفلك، في السياسة طبعا، في يعني والزراعة. يعني انا تناولت كده وخدت شخصيات اخترتهم، لان هم دول، انا مش بتكلم على الشخصية، انا بتكلم كمان على الظروف، المناخ اللي كانوا عايشين فيه، سواء كان المناخ السياسي، في المناخ الاجتماعي كده. وبعدين فكرت اخر حاجة، قلت طيب انا عايزة اعرف اكتر عن مصر، مش القاهرة او اسكندرية، في بلاد او في مدن هي دي مواقعها بتأهلها ان هي بتروينا، اكيد في قصص كتير في التاريخ فيها. ففكرت عملت حاجة اسمها لكل مينا حكاية.
اتكلمت على 4 مدن كانت كل واحدة ليها قصص رائعة من التاريخ المصري، اللي هي اسكندرية بالترتيب كده: اسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد. اسكندريه، رشيد، دمياط، دول بورسعيد. كانوا دي بنقول عليها صغور، يعني صغور يعني مواني بس بالمعنى اللغة العربية يعني. مهم. فالصغور دي مليانة قصص وحكايات، مهم. وبتلخص تاريخ مصر في فترات، يعني كل فترة، كل ثغر من دول كان في فترة معينة من تاريخ مصر، ما عدا اسكندرية في فترتين. في فترتين. طب لأني أنا بعتبر اسكندرية أها. مدينة اتولدت مرتين. أيام، ده صحيح، أيام الإسكندر لما أسس مدينة اسكندرية، وأيام محمد علي لما أنشأ ترعة المحمودية، لأن اسكندرية كانت انتهت وبدأت الحياة ترجع لها تاني، عشان وفيها الأسباب كتيرة يعني. انا عايز اقف اكتر عند الكتاب. حضرتك ركزتي على الربط بين المكان والزمان وتاثيره على التطور الفكري والثقافي لمصر في خلال الاتصال بالعالم الخارجي. ده حصل ازاي؟ وكل مينا كان ليها حكايه مختلفه بطريقه مختلفه بنتكلم عنها. طبعا كل مينا ليها كمان يعني عوامل أدت لإنشائها، وبعدين فترات معينة، يعني مثلا زي ما قلنا لحضرتك وكانت هي دي همزة الوصل بين مصر داخليا والدول الخارجية. بس كل فترة بتمثل الدول اللي كانت، يعني مثلا اسكندرية في الأول أيام الإسكندر كان البيزنطيين والرومان وكده والإغريق، ونتج عنها طبعا تقدم ثقافي فظيع اتلخص في مكتبة الإسكندرية والدور اللي أثرت فيه يعني. وكذلك رشيد كان هي ازدهرت في فترة الحكم الإسلامي لما دخل، وخاصة في الفترة العثمانية أخذوها ميناء رئيسي، وأثرت في العالم باكتشاف حجر رشيد. دمياط طبعا دورها جامد كبير جدا في الحملات الصليبية وازاي مصر وقفت وتصدت، ويعني ليها امجاد كتيره وافرزت بطولات انا متحدثه في الكتاب عنها، تناولتها يعني. واخيرا بورسعيد باعتبارها دي احداثهم، بس بورسعيد بترجع اصولها للفرمه، ودي ليها قصه طويله، لان بورسعيد او الفرمه او بيلوز، كان اسمها بيلوز، دي كانت بوابه مصر الشرقيه، صحيح، اللي هي مدخل كل الاحتلالات اللي حصلت. ده هيودينا ان احنا نتكلم اكتر عن الاهميه الاستراتيجيه لمدينه بورسعيد قديما. يعني حضرتك يمكن تناولتي ده في الكتاب يعني اكتر، وازاي ان هي كانت بوابه مش بس لكل الاحتلالات، بس هي كانت بوابه للثقافات المختلفه والاديان عبر العصور. بالظبط. هي حكايه بورسعيد كمدينه حديثه، لا هي بترجع جذورها ل3 مدن. الفرمه اللي هي كان اسمها بيلوز، ودي ليها حكايات كتير، وبعدين تنيس، وبينهم الطينة. بيلوز دي ده الاسم الروماني يعني. دي كانت، عارف حضرتك مصر دخلها 21 احتلال، كلهم كانوا من بوابة مصر الشرقية ما عدا انجلترا وفرنسا والدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية طبعا جت من المغرب وعبر البحر المتوسط، وانجلترا وفرنسا عبر البحر المتوسط. انما كل الاحتلالات اللي شهدتها مصر من اول الهكسوس كانت من بوابة مصر الشرقية. فاول احتلال كان الهكسوس. الهكسوس لما كانوا مجموعة من الرعاة جم من الشام ومن فلسطين، ودخلوا على البلد منطقة اسمها بيلوز. بيلوز دي اسمها بيرجع ده فرع من النيل، كان جاي من القناطر الخيرية وبيوصل للمنطقة دي اللي هي قريبة من البحر المتوسط. وجم جنب بيلوز وعملوا بنوا هم مدينة وأسسوها ودخلوا فيها تقريبا 200,000 واحد.
احتلال. وقعدوا بقى لغاية ما جه، قعدوا كذا سنة، يعني قعدوا تقريبا 200 سنة ولا حاجة، ولغاية ما طلعنا الأحمس وطلع الهكسوس. بعد ما طلع الهكسوس بنوا بقى اهتموا بتحصين المدينة دي اللي هي بيلوز. بيلوز ليها مكانة دينية ومكانة طبعا تاريخية. طبعا منها كانت لأن هي في الطريق بتاعها لما بيجي من العريش، رحلة العائلة المقدسة مثلا، دخلت من رفح على العريش على بيلوز على العباسة لغاية ما توصل حصن بابليون. بيقال طبعا سيدنا إبراهيم دخل مصر من خلالها، وزي ما جاي في القرآن الكريم اللي هو ادخلوا مصر من أبواب متفرقة، فهي كانت بيلوز لأن ليها كذا باب. الفرس دخلوا من خلال البوابة دي. الإسكندر الأكبر دخل بس من غير حرب، لما وصل على اسكندرية دخل من المنطقة دي. هي اسمها بالقبطي بلوين. لا مش بلوين، ده البلوين ده واحد تاني. مهم خلينا المسلمين لما جم، يعني عايزه اقول ان بيلوز دخل منها كذا كل الاحتلالات تقريبا اللي جاء. الفرس جم هدوها وعملوا فيها هدوا كنايس اللي فيها والمعابد وكل حاجه. في نقطه لما ايام البيزنطيين لما كانوا وهاجموا مصر برضو كان من المنطقه دي. في نقطه كنت عايزه اقولها بالنسبه للحاكم بلدوين. ده حاكم كان عكا صليبي ايام الحروب الصليبيه، لما دخل وكان عايز يغزو يوصل للقاهره يعني لمصر. فلما دخل طبعا هدها كلها، هد ايام الحروب الصليبيه، وكان فيها جوامع وكنايس ومش عارفه ايه، هدها وحرقها وكده. وبعدين استعد بقى ان هو يدخل، شاءت اراده ربنا ان هو يعيا صعب، فرجع تاني بيت المقدس وهو في طريقه مات. فانا بقول الحته دي عشان مرتبطه بمكان، بمناسبه المكان يعني. فالجنود بتوعه خرجوا أحشائه كده وبنوها على تبة وسموها في التبة دي اللي هي بردويل، اللي هي احنا بنحرف الأسامي، ببلدوين تبقى بردويل. فهنا اللي هي بحيرة البردويل دلوقتي حاليا. فده ارتباط المكان. وبمناسبة الأسماء أكتر، إمتى تم إطلاق اسم بورسعيد على المدينة الحالية؟ بورسعيد مع ضرب أول فاس أو معول في حفر القناة اللي هي 21 إبريل 1859. تقرر بقى إن هم يطلقوا عليها اسم بورسعيد علشان السعيد باشا اللي هو كان عمل الاتفاق مع ديليسيبس إن هم يبدأوا في الحفر. ده الارتباط. لكن كيف عانى شعب بورسعيد عبر مر العصور سواء الماضي او في الزمن الحديث؟ ما هو مر شعب بورسعيد اللي احنا عارفينه ده طبعا دي من اول قناة السويس. ان قناة السويس يعني ديليسيبس وهم بيحفروا القناة قال كلمة للعمال، قال لهم انتوا بس مش بتحفروا قناة علشان المراكب تمشي فيها، ده انا بلخص لحضرتك. انما انتوا بتحفروا حاجه هتكون مصدر رخاء ليكم ولاسركم بعد كده. وفعلا كانت قناه السويس كانت الاول سببت، هي كانت من ضمن الاسباب اللي كده. وكان في الصخره زي ما احنا عارفين وبتاع، بس على فكره هي الصخره اتعدلت وبعد موت اسماعيل والخديوي اسماعيل، بعد موت سعيد. والخديوي اسماعيل دفع كتير قوي عشان يعدل الموضوع، فكرة الصخرة، بدليل ان اللي شارك في حفر القناة مع المصريين كمان 7000 أجنبي، منهم 5 من اليونان، دول اللي فضلوا
وعاشوا واستقروا في بورسعيد. ليه؟ لان ديليسيبس قال لك انا هدفع فلوس، فاجيب الاجانب اديهم الفلوس، لان يرفع السخره يبقى حد مهيات يعني. فجاب استعان بالناس دي، واللي فضل منهم علشان كده تلاقي الجريج كانوا كتير قوي في بورسعيد، جم هنا، جم وحبوها وفضلوا واستقروا بقى، واستقروا وفضلوا ان هم يعيشوا في حي العرب، اها، مش في حي الاجانب. يعني يمكن الحكايات ما بتخلصش لكن الوقت هو اللي بيخلص. سريعا محتاج اعرف حضرتك ايه اللي شغال عليه الفتره اللي جايه؟ اللي انا شغال عليه الفتره الجايه، لان هي فتره مهمه قوي. دوله المماليك في مصر، الدوله دي تاريخيا 350 سنه، انما يعني انا بقول لحضرتك دي 700 سنه. لان انا بحسب الحكم العثماني هم جم اسما، بس اللي كان فعلا موجودين اللي بيحكموا كانوا المماليك. الفتره دي فيها تضارب كتير، فيها اثار كتير احنا شايفينها دلوقتي، وفيها مآسي كتير عملوها في المصريين. ففترة تستحق الدراسة بتمعن يعني. خليني ادخل في الكواليس شوية واسأل التناول ده من لما حضرتك تبدأي تخططي للفكرة لغاية ما يبقى كتاب مطبوع، ده ممكن ياخد وقت قد ايه؟ لا بياخد يعني يعني هو اول كتاب دايما اللي اخد كتير، لان لا بياخد مجهود بحث لغايه ما بس اخر هو مرحله هي بعد كده لما انت بتعمل كل حاجه، كل كتاب بيفوت عليك فترات تاريخيه وبحث، بيأثر المده شويه. نورتيني وشرفتيني، ميرسي، سعدنا جدا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير. الكاتبه والباحثه في التاريخ الاستاذه ميسة السلكاوي، نائب رئيس تحرير الاهرام سابقا. شكرا يا فندم، نورتيني وشرفتيني. دي كانت حلقتنا معاكم النهارده، ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا، وان شاء الله اشوفكم يوم الخميس الجاي ان شاء الله حلقه جديده من يوم جديد الساعه 12 ظهر.